السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل والورد والياسمين. والله وحشتوني كتير كتير كتير. مهما هقول لكم والله ما هتصدقوني. فعلا بجد انا كان صعب عليا اول يومين اللي فاتوا ان انا بعدت خالص وما نزلتش اي فيديوهات خالص. بس والله ده فعلا كان غصب عني. انا كنت يا جماعة بمر بفترة يعني كانت صعبة شوية عليا. معلش انا عارفة ان انا برضو قصرت قوي. انا حتى ما دخلتش كتبت على المنتدى او ان انا نزلت حتى فيديو صغير كده، بس كان غصب عني. فعلا كنت تعبت جدا. لدرجة ان انا والله ما كنت بقدر اصلا ان انا اتكلم ان انا حتى اعرف امنتج او اسجل اي فيديوهات. فاعرفوا ان انا كان تاخيري ده كان غصب عني ويا ريت انا بس كمان، والله ولادي كانوا تعبوا جدا. فكان البعد عنكم والله كان غصب عني. لو اقول لكم ان كان كل يوم يعدي ان انا ما نزلش فيه فيديو، ده كان الموضوع بيبقى صعب عليا قوي. بس الحمد لله خلاص الفترة دي الحمد لله عدت، قدرت ان احنا نعديها. هنبدأ بقى روتيناتنا تاني. بجد عايزه اشكر كل اللي دخل وطمن عليا وكان بيسأل عليا وبيقول لي انت فين، وحشتينا، استمري، رحت فين. انا بس والله كان غصب عني. اعرفوا ان انا والله ما ببعد او ان انا بقصر في الفيديوهات الا لما بيكون بجد الوضع يعني غصب عني جدا. بس الحمد لله يعني اديني رجعت لكم تاني. والله بجد وحشتوني بقى. احنا يا جماعه متاخرين. الناس كلها جيت ابص لقيت انا بص ما فتحتش تليفون. يمكن مش هتصدقوني بقالي 7 ايام انا لا مسكت تليفون ولا دخلت على يوتيوب ودخلت على اي حاجه خالص. كنت فاصله من كل حاجه. انا لما دخلت لقيت الناس كلها ايه يا جماعه، الناس كلها خلصت ووضبت لشهر رمضان واحنا لسه. يلا بقى نضيع بقى الوقت اللي عدى مننا. اوعوا تفكروا ان انا عملت حاجه من غيركم، والله ما عملت حاجه. انا لسه بادئه شغل اهو رمضان ومعاكم يعني. اوعوا تفكروا ان انا لا، والله كل حاجه سايباها برضو ان انا اعملها معاكم. بجد انتوا بقيتوا حاجة مهمة جدا في حياتي. ربنا يدومكم نعمة يا رب في حياتي. قد ايه لما بقوم وبصور بنزل بجد فيديوهات بحس ان انا نفسيا مبسوطة وبحس ان انا مرتاحة. فكانت الفترة اللي فاتت اصلا كان نفسيا كنت زعلانة جدا ان انا مش عارفة اتواصل معاكم. بدأنا بقى تنظيفات رمضان، عايزين نلحق بقى بجد نخلص ونظبط دنيتنا. بس اكيد هنلحق، انتوا عارفين ان احنا كلنا شطورين وكلنا بنعرف نعمل كل حاجة. انا اول حاجه بدات بيها بقى المطبخ. عايزه اقول لكم ان انا المطبخ ده بقاله فتره كبيره ما نضفتوش وما عملتش فيه حاجه. فبصوا بقى هي تنظيفه عميقه من كله، هو بقى تنظيفه رمضان وتنظيفه لان فعلا بقالي فتره ما نضفتوش. اول حاجه خالص انا لما باجي بصراحه منضف المطبخ، بعمل ايه بقى اقول لكم. بحب قوي انضف الضلف بتاعتي لو فيها تراب ولا اي حاجه. طبعا انتوا عارفين الجو اصلا اليومين اللي فاتوا ده كان كله تراب. ما هو ده بقى اللي تعبني يا جماعه، والله ده اللي تعبني يومين اللي هو تغيير الفصول بقى. ده انتوا عارفين طبعا مع الحساسيه يعني الدنيا بتضرب خالص. فمسكت بقى طبعا نضفت بقى الضلف دي كلها. وبقى ايه ضلفه ضلفه كده مسكت نضفتها وظبطتها. حبيت اعيد تستيف حاجه مكان حاجه يعني. الكوبايات دي كانت مليانه رف بصراحه، كان منظرها مش حلو خالص. وبسبب طبعا طقم الخشاف اللي انا جايباه جديد ده، فاضطريت بقى ان انا اجيبهم واحطهم في المطبقيه. كده كده المطبقيه يعني برضو يبقوا تحت ايدي الاستهلاكي وكده. وكمان في المطبقيه مش باينين مقفولين وكده. فمسكت بقى ستفت المطبقيه بتاعتي وحطيت كل حاجه، رصيت الدنيا تاني، مشيت ايدي في الحاجه. حسيت يا جماعه ان انا عايش بجد. والله الشغل والله ما بيتعب، بالعكس. طب ما الفتره اللي فاتت كنت قاعده ومرتاحه وكل حاجه، بس ربنا يكفينا بقى شر التعب وشر الحاجات دي. لا انت ما بتقومي وبتعملي شغلك وحالك بجد بتحسي انك فايقه. انا هنا الضلفه دي حطيت فيها كل الحلل اللي هي يعني اللي هو التيفال المطلي، وحطيت فيه اللي هو التيفال القديم بتاعي، وحطيت فيه الحاجات بتاعتي. كل ده لميت فيها الحلل وكمان الصواني الالومنيوم. معلش انا عارفه ان الكاميرا ساعات بتغير لون، ده حسب الالوان اللي قدامها بتقوم الوانها عكس. هنا بقى طبعا ضلفة الخزين ده كل الحاجات دي هتتشال. كل الحاجات دي هتتغسل بقى علشان نستف طلبات رمضان. شايفين بقى الضلفة دي كانت عاملة ازاي، ستفتها لكم طبعا انا مشكلة عندي بس ان انا الضلف عندي بزاوية فبتبقى متعبة شوية في التصوير. المهم همسك بقى ايه، مسكت كل حاجة نضفتها يعني. انا ما سبتش ضلفة في المطبخ الا لما نضفتها. قمت جايه فرشه بقى القماشه الكبيره ديت، وشايفين بقى الحاجات دي كلها عايزه تتغسل، ما تتخضوش والله. طلعت بقى ايه، طلعت طقم البهارات، وكمان طقم اللي هو السكر والحاجات دي، والدقيق بقى، والعلب بتاعه الشعريه بقى، ولسان العصفور، وكل ده لغايه يا جماعه والله علب السكر والمكرونات والحاجات دي كلها. قلت لا يلا بقى، مش احنا دخلنا في النشاط، يلا بقى اتحمل بقى. طبعا بقى انا حبيت بصراحه املاها ميه سخنه. الحاجه بقى بصراحه بتنضف قوي في الميه السخنه، خصوصا بقى اللي هي علب البهارات وعلب الحاجات ديت. يعني ممكن تلاقيها غسيلها بيبقى صعب شويه لانها كل فتره عما بتتغسل. فجبت لها بقى ميه حلوه دافيه كده يعني. انا جيت اصلا احط فيها الليفه لقيت ايدي بصراحه مش متحملاها.
وحطيت نقطه كلور وحطيت بريل وحطيتهم بقى في الجردل الصغنون ده. وهبدا بقى امسك غسيل كل حاجه. هبدا طبعا بالازاز ده كله عشان انا كنت خايفه عليه. الاول طبعا كنت مورياكم شويه حاجات كده. دي بقى عده التنظيف بقى، كنت جايبه بقى الفوط كلها وجايبه المنظفات وكل حاجه. حتى ببقى اجيب عارفين انتوا اللي هو البخاخه بتاعه الحشرات دي، ببقى اجيبها احتياطي برضو نظافه. كل فتره كده تبخي بقى في الضلف من جوه من ورا مثلا الرخامات والحاجات ديت. دي بتفضل بقى عندك على طول محافظه على نظافه مطبخ. ده بقى اول حاجه طبعا بدات بيها طقم البهارات. همسك بقى اشطفه شطفه حلوه كده عشان ابدا بقى ايه كل حاجه. انا عايزه اقول لكم والله ما في حاجه فاتتكم، انا ما عملتش فعلا اي حاجه. إيه ما تفكروش، هو احنا لسه قدامنا يا جماعه، لسه قدامنا 4 ايام نعمل فيهم كل حاجه. انا ان شاء الله باذن الله يعني انا هنزل لكم الفيديو ده وانزل بقى اجيب طلبات رمضان. والله هصور لكم كل حاجه وان شاء الله ما عدتش هبعد عنكم تاني. إيه هنستف بقى مع بعض التلاجة ونظبط حاجتنا كلها. إيه بس يعني معلش ان انا سامحوني، والله كان غصب عني ان انا حتى ما نزلتش اي حاجه، ان انا حتى ما نزلتش اي حاجه على المنتدى. بس اعذروني. هنا بقى طبعا كل بقى العلب دي كلها طبعا عايزه بقى احط فيها شويه ميه يعني افككها وكده. بس هغسل برضو اللي هي حاجه السكريه والحاجات دي. الشغل ما بتعبش. يا ريت والله يا جماعه، يعني اهم الدنيا كله شغل. بالعكس ده هو الشغل بجد اللي بيحسسنا ان انا نشيطه، بيحسسني ان انا كويسه. المهم، طبعا هو انا قلبت المطبخ يعني رأسا على عقب. كل المطبخ بصوا جبته من فوق لتحت، يعني انتوا هتشوفوا الفيديو اصلا هو فيديو طويل شوية، بس سامحوني والله ده انا كمان قصيت منه كتير قوي. لان هو الفيديو طويل لان فعلا شغل المطبخ كان كتير. طبعا بقى كل سنة وكل ام طيبة. بمناسبة طبعا عيد الام. كل سنة هم طيبين يا رب، وربنا يخليهم لينا وما يحرمناش منهم ابدا. استعدتوا بقى لهدية عيد الام ولا لسه؟ انا والله العظيم قاعدة بفكر، بصوا محتارة اجيب لها ايه. اولا احنا مهما جبنا ومهما عملنا والله ما نكفيهم يا جماعة، والله بجد، لان فعلا ولا بعد الام في الدنيا. ربنا يخليهم لينا يا رب ويديهم الصحة. فانا بقى عايزة اقول لكل ام كل سنة وانت طيبة. ربنا يخليكم لينا يا رب. ربنا ما يحرمنا منكم. وكل سنه وانتم طيبين. هنا بقى طبعا كنت انا حاسه انا بعيد عنكم من زمان، عايزه اتكلم معاكم في كل حاجه، عايزه اقول لكم كل حاجه. بجد وحشتوني قوي. انا ما اعرفش، يمكن انا اتعودت عليكم. يمكن ما اعرفش كل اللي بيشوفني او كل اللي بيتفرج على قناتي. بس والله بجد انا اتعلقت بيكم واتعودت على وجودكم في حياتي، ان انا انزل لكم فيديوهات، ان احنا ما اعرفش بحس ان انا بشتغل معاكم، بحس ان انتوا بجد فعلا موجودين معايا، مش ان انا لوحدي او ان انا مجرد فيديو بعمله او بسجله وخلاص. لا بجد انتوا خدتوا من حياتي جزء كبير قوي. فبجد ربنا يدومكم نعمة في حياتي. وكمان عايزه اقول لكم كمان ان انا وانا قاعده لقيت اللي هو البون كود جالي يعني. بجد كانت فرحه حلوه قوي. ده طبعا انتوا عارفين يعني اللي عارف قوي في اليوتيوب وكده اللي هو ده اثبات بقى الهويه خلاص كده. فيلا الحمد لله كل حاجه كويسه، انا الحمد لله والله راضيه بكل حاجه. بس خلاص بقى ندخل بقى على النشاط بقى يا جماعه وحاجه رمضان. انا عايزه اقول لكم اللي لسه ما عملتش حاجه زي كده، يلا بقى نبدا، يلا نبدا بقى نخلص عشان يا دوبك نظبط دنيتنا ونظبط حالنا ان شاء الله باذن الله. هنبدا بقى على بكره على طول تنظيف بقى شقتنا، ونفرش بقى الانوار بتاعتنا والحاجات الجميله بتاعتنا. وهوريكم بقى ولادي جابوا لي ايه في عيد الام. قولي لي بقى في التعليقات ولادكم جابوا لكم ايه في عيد الام. بصوا والله حاجه، حتى لو حاجه بسيطه، حتى لو ورده، مجرد بس ان ابنك يفتكرك او يبقى مقدر بهدلتك معاه وتعبك معاه. دي انا بالنسبه لي والله احسن من اي هديه او احسن من اي حاجه. هنا بقى طبعا ندخل بقى على شغلنا تاني. طبعا كل حاجه يعني العلبه دي حتى بتاعه الملح كل حاجه انا ما سبتش حاجه. طلعت بقى كل حاجه غسلها وانضفها بحيث ان انا احط فيها الحاجه كلها وانا ضامنه ان الحاجه كلها مغسوله ونضيفه. يمكن انا حسيت ان انا هو شغل كتير شويه او اتبهدلت شويه، بس حسيت ان الدنيا كلها رجعت، قدرت اسيطر على المطبخ تاني. عارفين انتوا يعني ايه؟ انا بقالي 10 11 يوم المطبخ يعتبر ما نضفتوش، ما عملتش اي حاجه. يعني انتوا هتشوفوا بقى وانا بشتغل الدنيا كانت عامله ازاي اصلا. عشان والله اكد لكم ان انا فعلا والله ما عملت اي حاجه من غيركم خالص. طبعا بقى الحاجات دي كلها انا غسلتها وفرشتها بقى وسبتها. بس بصراحه لما نشفت يعني قفلت كل حاجه وعينتها بقى مكانها. بس انا ما بعرفش اعين اي حاجه مكانها الا لما الحاجه تكون صفت ونشفت خالص. هنا بقى طبعا جبت برضو ميه سخنه وحطيت عليها بريل ونقطه كلور صغننه. وهبدا بقى في غسيل البوتاجاز والحاجات دي. بدل ما نضفت الضلفي من جوه، هبدا بقى ان انا انضف بقى ايه المطبخ كله بقى من بره. هنا بقى ايه الشفاط ده بصراحه هو نضيف. هو على فكره القطعه السمراء اللي فيه دي
مش يعني مش حاجة متبهدلة فيه، هو بس مقشّر، يعني الحتّة دي بس قشّرت منّه. لكن هو يعني والله نضيف، يعني هو ما خدش منّي كتير، هو بجد اللي كان عايز تنضيفة كبيرة يعني عملاقة البوتاجاز، هو اللي خَد منّي وقت شوية في التنضيف. بس على مين بقى، أنا أسيبه؟ ما سِبتوش والله، مسكت نضّفته بقى من جوّه ومن برّه، استعدادًا بقى لإيه، لولايم رمضان وأكل رمضان. طبعًا بقى زي ما أنتم شايفين الشفاط نضف خالص، بس زي ما قُلت لكم القطعة دي هي أصلًا فيه غيره بقى، يعني هو بقى له 14 سنة، فيعني الحمد لله كده رضا. طبعًا بقى ده البوتاجاز بتاعي، بُصّوا عمّا نضف بجد كان بهدلني أوي، لإن كان بقى له فترة يعني عايز بقى محتاج التنضيفة دي. هالمّعه بقى طبعًا وانضفه كويس جدًا. خدي بالِك لمّا تمسحيه بكلور برضه حاولي إن أنتِ تغسليه كويس عشان عندِك السليستين ما يطوّشش معاكِ. طبعًا بقى هامسك الفرن من جوّه ده مسكته مسحته كلّه، وكمان من برّه وباب الفرن والحاجات دي كلّها مسكت غسلتها، ما سِبتش حاجة. جينا بقى هنا على حاجة البوتاجاز، أنا كنت عايزة بصراحة أنضّفه. السلك بتاعنا اليومين دول ناعم ما بينضّفش، فعملت إيه بقى، قُلت هو ده حلُّه الوحيد، قُمت جايبة قطعة كده صنفرة أكيد أنتم عارفينها يعني، الصنفرة دي الناس كتير بتستعملها وكده، فجِبتها بقى ومسكت بقى إيه، كل حاجة غسلتها، يعني لغاية الحمّالات بتاعة البوتاجاز، وكمان اللي هي الحوامل ديّة، وكمان العيون وكل ده مسكت غسلته بيها، بجد نضيف جدًا. حتى أنا يعني مش هاقفّل البوتاجاز دلوقتي، هاسيبه أمّا يصفى خالص، وده بقى تحت الحوض. يعني شايفين، انا بصوا انا سبت لكم كل حاجه على الطبيعه عشان تعيشوا معايا بجد، كل حاجه على الطبيعه. الدنيا لا كانت المطبخ عندي كان متبهدل قوي، بس الحمد لله يعني قدرت ان انا اسيطر عليه وانضفه. شايفين تحت الحوض كان اول مره يعني بصراحه الاقي المنظر ده. خدي بالك ان انت مهما نضفتي ومهما عملتي لو رجنتي الحاجه غصب الحاجه بتتبهدل منك، فحاولي ان انت على طول ايدك تبقى في الحاجه وفي تنظيف الحاجه كده، بجد الحاجه تفضل عندك نظيفه. هامسك بقى تحت الحوض عندي انضفه واظبطه، طبعا التربو ده مسكت مسحته كله، وغيرت المفارش اللي عليه، يعني المفارش اللي في قلبه دي كلها شلتها، استغنيت عنها وعملت مفارش جديد. هنا بقى طبعا المفارش دي انا كنت عاملاها للفرن البوتاجاز، فانا كان عندي المشمع ده كان جوزي جايبهولي رمضان اللي فات، حاطينه على السفره. بس بصوا المشمعات دي من النوع اللي بتتقطع بسرعه، يعني مش عارفه كان ايه اللي حصل، وكان في قطعه كده اتقطعت، فقام يعني خلاص ما عادش ينفع ان انا احطه على السفره خالص. فقلت الحتت السليمه اخد منها حتت، يعني احطها فين بقى، في اي مكان. فقلت اغير بقى المشمع اللي هو في فرن البوتاجاز كده يعني، واعمله من المنظر ده، بصراحه طلع حلو قوي. هو ده المقاس بتاعه، فانا قصيت عليه. فقصيت بقى ايه شويه حاجات كده من المفرش ده، خساره يعني، كده كده خلاص هو ما عادش ينفع على السفره، وما عادش ينفع بقى ان انا احطه في مكان كبير، فقلت خلاص اقص منه حاجات احطها في اماكن ممكن انا احتاجها وكده. عملت منه بقى قطعتين عشان الرفين، بجد كان شكلهم حلو قوي. كمان بقى يا جماعه عشان خاطر رمضان يعني قلنا برضو يبقى ايه المطبخ بقى ايه نظبطه بقى دخلة رمضان، فعلا يبان ان احنا داخلين في رمضان. طبعا بقى هما شكلين، بس انا حبيت الشكل ده اكتر، يعني بيحسسني برمضان اكتر. وهبدأ بقى احط الحاجه بتاعتي، طبعا الحاجه اللي احنا كنا شاريينها وكنت موريها لكم. طبعا ده زي طابلوه كده خشب، بيتحط كده، يعني هو بيركب في بعضه كده وبيتحط. وطبعا ديت صينيه كده، وده بقى فانوس، الفانوس ده حلو قوي. جبت له بقى اللي هي الشمعه، اللي انتوا عارفينها يعني الشمعه دي. وقمت بقى ايه، انا بصراحه يعني كنت هحط الاتنين على الصينيه، بس قلت لا احط دي هنا وده على الصينيه كده، يعني منظر حلو كده. عشان واحنا بنطبخ يا جماعه نحس باجواء رمضان، فاهمين انتوا يعني احنا بنطبخ برضو نحس ان في رمضان معانا في قلب المطبخ. الفرع ده لا كان عندي من السنه اللي فاتت، بس بصراحه انا من النوع اللي بحافظ على حاجتي، او ان انا بعينها ما بحبش ان انا اهملها وكده. هحطه بقى في المكان ده عندي، يعني قريب شويه من الكهرباء، انا كان نفسي احطه فوق. او ان انا كنت جايبه والله شراشيب من اللي هي القماش دي تحطها في المطبخ، بس حسيت انها هتضايقني قوي في فتحه اي ضلفه اي حاجه، ولو حطيتها فوق خالص مش هتبقى باينه، فقلت لا دي نحطها في الطرقه بقى، نفرش ان شاء الله واحنا بنفرشها في الطرقه. وده بقى ايه، احط الفرع دوت كده قدامي وقريب كمان من الكهرباء. كده خلاص المطبخ عندي بقى زي الفل ونضيف جدا. طبعا لقطة ان انا بمسح الخشب كله ما جاتش، الارضية كمان انا مسحتها جدا، يعني طوقتها نضفتها جدا. المطبخ كله على بعضه، عايزة اقول لكم ان الشباك كمان اتغسل. كمان الشفاط الحيطه اللي حواليه كل ده، بس طبعا الشفاط ده انا ما اقدرش اعمله، يعني جالي مساعد يا جماعه ساعدني فيه. طبعا ابني. فالحمد لله يا رب كده خلاص المطبخ اول بند عندنا خلص. طبعا انا مش هدخل الشقه الا لما اظبط تلاجة الاول واست في حاجه رمضان، ان شاء الله بقى نازله اجيبها دلوقتي، كل سنه وانتم طيبين. مش عارفه بصراحه لسه الاسعار ايه ولا الدنيا ايه، فاحنا لسه بقى هننزل نشوف. انا بس عايزه اقول لكم ان انتوا والله بجد وحشتوني قوي قوي قوي، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب ما ابعد عنكم تاني. بجد بحبكم، ربنا يخليكم ليا يا رب.
ما تنسينيش بقى في اللايك، ما تنسينيش في تعليق حلو كده منك، وكل سنة وانتم طيبين ومع السلامة. رمضان كريم فتح